أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. عمرك سألت نفسك ليه كل مرة قلبك يختار نفس النوع؟ ليه كل مرة تقول المرة دي مختلفة وتلاقي نفسك في نفس الوجع؟ ليه بتنجذب لناس بتتعبك رغم انك من جواك نفسك في علاقة تريحك؟ الحقيقة المؤلمة ان المشكلة مش دايما في الناس، أوقات كتير المشكلة في الاختيار نفسه، والاختيار بيطلع من حتة جوانا احنا مش فاهمينها. لو انت فعلا بتحس بده، فالحلقة دي علشانك، علشان تفهم انت بتختار بقلبك ولا بجروحك. احنا دايما بنحب نقول اننا بنختار بعقلنا، بس الحقيقة ان اختياراتنا العاطفية بتطلع من أماكن أعمق بكتير جدا، من تجارب قديمة، من إحساس اتزرع جوانا واحنا صغيرين، من احتياج ما اتملاش فبنفضل ندور عليه في أي حد يقرب. ممكن تكون بتدور على الاهتمام اللي ما أخدتوش، أو الأمان اللي ما حسيتوش، أو التقدير اللي طول عمرك مستنيه. هتلاقي نفسك بتنجذب لحد مش لأنه مناسب، لكن لأنه لمس الجرح اللي جواك، ولأن الجرح ده لسه مفتوح فبتفتكر إن اللي لمسه هو الشخص الصح. في إحساس قوي جدا اسمه الانجذاب، بيخلي قلبك يدق بسرعة ويخليك تفكر في الشخص طول الوقت وتحس إنك لقيت حد مختلف. بس الحقيقة إن الإحساس ده أوقات كتير بيبقى تحذير مش تأكيد، لأنك ممكن تنجذب لحد لأنه شبه حاجة تعبانة أنت متعود عليها، مش لأنه هيكون مصدر راحة ليك. إحنا بننجذب للمألوف حتى لو كان مؤذي، فبنحس بالألفة مع اللي شبه اللي وجعنا، وبنخاف من الهادي الواضح لأنه جديد علينا. فمش كل دقة قلب معناها حب، أوقات كتير بتكون إعادة لنفس القصة بشكل مختلف. أغرب حاجة بتحصل إننا نشتكي من نفس النوع ونرجع نختاره تاني، نقول أنا زهقت من الناس دي، وبعدين نلاقي نفسنا مع نسخة جديدة بنفس الصفات. وده مش صدفة، ده لأن في جزء جوانا متعود على الإحساس ده حتى لو كان مؤلم. الدماغ دايما بيدور على الحاجة اللي هو عارفها مش الحاجة اللي بتريحه. فلو انت متعود على علاقة فيها شد وجذب، هتحس ان العلاقة الهادية مملة حتى لو هي الصح. ولو انت متعود تثبت نفسك علشان تتحب، هتنجذب لحد يخليك تعمل كده كل مرة. احنا مش بنختار اللي يناسبنا، احنا بنختار اللي شبه اللي اتعودنا عليه. في حقيقة صعبة بس لازم تتقال، انت مش بس بتختار اللي شبهك، انت بتختار اللي على قد ما شايف نفسك تستاهل. لو من جواك حاسس إنك مش كفاية، هتقبل بنص اهتمام، نص حب، نص وجود. ولو متعود إنك بتجري ورا الحب، هتختار حد يخليك دايما بتجري. قيمتك من جواك هي اللي بتحدد اختياراتك، مش كلامك ولا أمنياتك. علشان كده المشكلة عمرها ما كانت ليه الناس وحشة، السؤال الحقيقي أنا شايف نفسي ازاي. أول خطوة إنك تبطل تدور بره وتبص جوه، تفهم ايه اللي بيجذبك وايه اللي بيكرر نفسه. تسأل نفسك، أنا باحب الشخص ده والّا باحب الإحساس اللي بيديهولي؟ أنا مرتاح والّا متعود؟ أنا شايفه صح والّا بس خايف أكون لوحدي؟ لما تبدأ تفهم نفسك، اختياراتك هتتغير من غير ما تحاول، وهتلاقي نفسك بتبعد عن اللي كان بيشدك زمان وتقرب من اللي بيطمنك مش بيرهقك. لو كل مرة قلبك بيوديك لنفس الوجع، فيمكن المشكلة مش في قلبك، لكن في الجرح اللي بيقودك. افهم جرحك قبل ما تصدق أي إحساس. اهتم بنفسك قبل ما تدور على حد يهتم بيك، لأن الحقيقة البسيطة إنك لما تبقى واعي باختيارك، هتعرف تختار حد مش عشان يكملك، لكن عشان يضيفلك من غير ما ياخد منك نفسك.